هنقول على مكون واحد هينفع لتسمين البط وتسمين الفراخ البيضة، وكمان تسمين الديوك لو انت عندك ديوك بلدي وبتربيها، ومفيد كمان لزيادة انتاج البيض. يعني مكون 3 في 1 4 في 1 زي ما بيقولوا. هتستفيدي بيه، بس تختلف طريقة تقديمه او تختلف انت بتقدميه مع ايه. يعني المكون ده مفيد، بس هقولك ازاي تقدميه للفراخ البيضة، ازاي بحيث ان يسمنهم فعلا ويزيد ويبقى طعم لحم الفراخ البيضة اللي انت بتربيها ما شاء الله. هتبقى حاجة يعني مش هتبطلي تحط المكون ده. لو انت برضو بالنسبة للبط هنقولك تحطيه ازاي او تحطيه مع ايه، بحيث هيطلع البط فعلا مش كلمة بقولها، انا ربيت بط حطيت المكون ده طلع طعم البط ولا كأنه الصدر بتاعه كأنه طعم صدر الحمام. بجد طعمه حلو جدا ولونه احمر، وفعلا هيفرق معاكي. جربت بط من غير المكون ده طعمه مش حلو زي ما حطينا المكون ده. بجد هتدعيلي لو انت بتربي بط وحطيت المكون ده. شوفي طعم البط عندك ولا الشوربة بتاعتها خرافة، وخاصة طعم اللحم، ولحم احمر. مش هقولك بتسمنه بقى دهون وجلد، لا، لحم احمر، لحم صافي احمر، والصدر ما شاء الله هيبقى معاكي طبقات. فعلا مكون ان شاء الله هتدعوني لما تستخدموه. وهقولك ازاي تقدميه بقى لزيادة انتاج البيض للفراخ البلدي. هو هيختلف انت بتحطيه مع ايه، او المكون ده هتقدميه ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو النهاردة هيفيد ناس كتير. يعني لو انت بتربي فراخ بيضة هتستفيد باللي هنقول عليه النهاردة. لو انت بتربي بط بتسميني بط برضه هتستفيدي. لو انت عاملة مشروع تسمين ديوك، عاملة مشروع تسمين البط، عاملة مشروع تسمين الفراخ البيضة، المكون اللي هنقول عليه النهاردة هيفيد الناس ده كلها. وكمان بالإضافة للي احنا قلناه، هيفيد كمان لو انت بتربي فراخ بلدي في البيت في البيت للبيض، هتزود معاك انتاج البيض. يعني قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المكون ده متوفر، احنا قبل كده عاملين كذا خلطات لتسمين البط وتسمين الفراخ البيضة. المكون ده هو بيرفع نسبة البروتين، سواء للفراخ البيضة او البط او اي حاجة. وزي ما قلت لكم هو بيزود انتاج البيض بطريقة مش ما شاء الله. يعني بيرفع معاك البروتين بحيث ان البيضة تتكون، وهتلاحظوا انتاج البيض معاكم حلو. وما شاء الله هتبقى البيضة مغذية لانها هتبقى كلها بروتين ما شاء الله، لانها بترفع نسبة البروتين. فالبيضة مش فقيرة، هتبقى بيضة غنية بالبروتين ومفيدة جدا لو بتدوها للأطفال. المكون ده هو كسر الفول. تخيلوا ان كسر الفول ينفع تسميني بيه البط، وينفع تسميني بيه الفراخ البيضة، وينفع تسميني بيه ديوك البلد، وينفع تزودي انتاج البيض بيه. طب ازاي وهنقدمه ازاي؟ هي تفرق طريقة تقديمه. يعني العليقة اللي انا هديها للبط اللي انا هحط فيها كسر فول مش هي العليقة اللي انا هحطها للفراخ اللي بتبيض عندي وهحط برضو فيها كسر فول. هقول لكم الطريقة دلوقتي. بالنسبة للفراخ البيضة هنقدمه طبعا انتوا بتأكلوا الفراخ البيضة مثلا في الأول بيبقى علف صافي سواء 23 وبعد كده 21. أول ما تبدأي تخلطي بعد أسبوعين 3، ويفضل يعني بعد أكتر من أسبوعين. أول ما تبدأي تخلطي بتحطوا طبعا الخلطة المعروفة، بنحط الداش مع العلف اللي هو 21. تمام. هنحط مع كل كيلو علف 100 جرام كسر فول. يبقى هنحط مع كل كيلو علف 21 هنحط 100 جرام كسر فول. يعني بتحط 2 كيلو هتحط 200 جرام، يعني اقل من الربع، اقل من ربع كيلو كسر فول طبعا. وبتحط بعد كده بتكملوا بقى بالداش. يعني انت لو الخلطة عندك بتحط كيلو علف 21 وكيلو داش، هتحط معاهم 100 جرام من كسر الفول. وهتزودي بقى على حسب الكمية اللي عندكم هتزودي. هتلاقي نتيجة وزيادة وزن ما شاء الله. هتلاقي فرق عندك الفرخ يوم بيومين. وفي نفس الوقت احلى حاجة في الموضوع ده ان انت مش هتاخدي وزن بس، انت هتاخدي طعم لحم حلو خالص، غير ما انتوا كنتوا بتاكلوه. لو انت كنت بتربي وما بتاكليش كسر الفول هتلاقي غير طعم غير تاني خالص.
ده غير بيبقى لون اللحم بتاعه حلو. ده بالنسبة للفراخ اللي هي البياضة، قصدي للفراخ البيضة، تمام، اللي هي فراخ التسمين يعني. اما بالنسبة لو هتقدمي بقى للبط، البط طبعا الخلطة اللي احنا بنحطها، وهتلاقوا على القناة في خلطة حلوة جدا للبط، ممكن احطها لكم ان شاء الله في شاشات النهاية. هتضيفي عليها اللي هي الكسر الفول. يعني لو انت بتعملي خلطة مثلا حوالي واحنا عملنا خلطة قبل كده عبارة عن ردة وداش و اللهم صل على حضرة النبي، ردة وداش و... وعلف 21 وكلفة حمام، وبنحط معاهم حوالي 200 جرام كسر فول، يعني حوالي يقولوا ربع كيلو. يعني مع الخلطة دي بتحطي حوالي الردة بتكون مثلا 2-3 كيلو، وبتحطي كيلو علف 21، وبتحطي كيلو كلفة حمام، وبتحطي قمح، لو في قمح حطي القمح، حلو وبيزود معاكي الوزن وبيدي طعم ولون حلو للحم. بتروح حاطه ربع كيلو كسر فول. قلبي الخلطة دي وحط منها للبط عندك، ما شاء الله هتلاقي البط عندك احلى طعم تاكليه بالخلطة دي اللي فيها كسر الفول. بجد اللحم بيبقى حلو، والصدر بتاع البطة بيبقى ما شاء الله طبقات واحمر، وطعمه كتير، تحس انه كده طعم صدر الحمام من طعم لحم الحمام. بجد حاجة هتعجبكم جدا، وفعلا يفرق. انا ربيت بط قبل، وهيديكي وزن، مش هيديكي تسمين اللي هو اللي تحس ان البطة سمينة وكلها دهون، لا، تحسي البطة عبارة عن لحم احمر جميل ما شاء الله، ووزن ما شاء الله هتوصل معاكي الاوزان كده مرتفع جدا. فعلا بيزود الوزن للبط بطريقة هتلاحظيها مجرد ما تبتدي تحط كسر الفول. هتديك البط اللي انت بتشوفوه كده ما شاء الله 4 و5 كيلو، الحاجات الحلوة اللي انتوا بتشوفوها. ده بالنسبة للبط. طبعا اللي ما ينفعش الخلطة دي نقدمها للفراخ البيضة. الخلطة دي للبط بتزود وزن وبتعلي معاكي ما شاء الله الوزن بسرعة، وفي نفس الوقت طعمه حلو جدا للحم. اما بقى لو انت هتقدميها بقى وطبعا الديوك انتوا شايفين معاهم ديوك، الديوك دي ديوك للتسمين، مش ديوك حاطينها مع الفراخ اللي بتبيض، دي ديوك للتسمين برضو ما شاء الله هتديكي طعم الديك، لحم الديك ما شاء الله، وزن عالي جدا ما شاء الله، بتعلى فوق ال2.5 كيلو، لدرجة انك تحس الديك وانت عاملاه ما شاء الله يقضي اسرة حلوة، واللي فيها ياكلوا ويشبعوا. ده غير طعم طبعا ما شاء الله. اما بالنسبه للفراخ البياضه اللي هي بتبيض عندك، وعاوزه تزودي انتاج البيض عندك، ومش عاوزه تكتري بقى وتحطي علف كتير، وخلي بالكم العلف بيخلي طعم البيضه مش حلوه، كتره بيخلي طعم البيضه مش حلوه. اما تحطوا علف 21 كتير، او علف البياض كتير اللي بتبيض بقى، انت حابه ان انت تزودي انتاج البيض ومش عاوزه تزودي العلف اللي بيخلي طعم البيضه مش حلوه، وبالعلف برضو بيبقى فيه نسبه سميات، بتعملي الخلطه اللي انت بتحطي 3-4 ردة، تحطي كيلو علف 21، كيلو علف بياض، مش هنحط داش هنا. اللي يفرق بين الخلطة دي وخلطة البط بنحط له داش، لكن البط انا نسيت اقول لكم ان احنا بنحط عنصر الداش، بس نسيت وانا بقول لكم. الفراخ البياضة لا، ما بنحطش داش، بنحط كلفة حمام، علف 21، كيلو كيلو قمح، كيلو علف بياض، وكيلو علف 21 زي ما قلنا، وبتحط حوالي 200 جرام برضو من كسر الفول. هتلاقي زيادة في انتاج البيض ملحوظ ما شاء الله، لانها بتعلي نسبة البروتين، بتدي الفرخ البروتين اللي محتاجه عشان يكون البيضة. لو انتوا معايا لغاية دلوقتي ما تنسوش اللايك، وان شاء الله تجربوا وتدعوا لنا دعوة كده بظهر الغيب ان شاء الله. كل اللي هيجرب هيستفيد من الموضوع كسر الفول، انه يحطه للتسمين او للبيض. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله، وربنا يملى بيوتكم وبيوتنا كلها خير يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.